يا جماعة الحلوين، زعيم العصابة السوداء بس كان يبغى ياكل مع أهله وجاء فجأة يلقى شرطي يتسل البرة. أول ما قرب من الباب شاف الشرطي يطالع له بطريقة غريبة، قام على طول طلع مسدسه من وراه. بعدين خرج من الدكان مشى على الرصيف يدور على أثر الشرطي. بس ما مشاكم خطوة زعيم العصابة انفجر غضبه وبدون كلام أطلق النار على الشرطي. وهو يطلق النار يصرخ: تعال شوف يا وغد، انت شاطر، أنا راح أطلعك يا وغد. الشرطي ما صار له شيء، بس زعيم العصابة يعرف إن القصة لسه ما بدأت. تبي تعرف؟ بامبي كان زعيم العصابات تحت الأرض في حي النمر في نيويورك. مكانته كانت قوية لدرجة إن حتى ال5 عائلات المافيا كانوا يحترموه. بس من 10 سنين اتهم بتهريب دقيق وحطوه في سجن فيدرالي. ومن هنا استغل زعيم مافيا إيطالي اسمه تشين هجيجان الفرصة وخطف أغلب أراضيه. في ليلة خروج بامبي من السجن ما اكتفى تشين هجيجان بإرسال ناس ليخربوا كازينو بامبي، بل كسر رجل واحد من رجاله في الحال. لما تشوف الاستفزاز الصريح هذا، زعيم العصابة اللي كان يمطر السماء ما راح يصبر، فبامبي بدون كلام مسك السلاح وقاد رجاله يدخلوا بعنف العش المافيا الإيطالية. صرخ بصوت عالي: ارفع ايدك، قلت ارفع ايدك يا وغد. بعد ما سيطر على الشرطي عند الباب دخل بامبي له هده جوا. وقتها رجال تشين هجيجان كانوا مشغولين يعدوا الدقيق اللي حصلوا عليه، ما انتبهوا لاختراق أحد. فجأة لما رفعوا راسهم لقوا بامبي واقف قدامهم. واحد من رجاله سأل: انت مين؟ بامبي ما ضيع وقت على كلام فاضي، أمره ينادي كبيرهم وحذرهم من أي حركات غبية، ولو ما سمحها راح يطلق رصاص يكسر راسه على طول. شاف الوضع صار مشحون، تشين هجيجان طلع مبسوط. أول ما واجه بامبي بدأ يستهزئ فيه، وبكل وقاحة تعترف إنه أمر بكسر رجل بامبي وهدده يظل في منطقته وما يتعدى الحدود. بس بامبي ما كان مهتم فيه، لأن وقت ما كان بامبي مسيطر الوغد هذا ما كان إلا سواقنة لزعيمه. كيف يسمح لهذا النوع من الناس يتكبر عليه؟ الزمن تغيير بس بامبي ما تغيير. طلقت النار هذه تعني إنه بامبي أعلن الحرب رسميا على تشين هجيجان. بس في الستينات بأمريكا توزيع أراضي العصابات لازم يوافق عليه ال5 عائلات الكبار. عشان كده اليوم اللي بعده بامبي راح يشوف فرانك ممثل واحد من العائلات. قال له بصراحة: أنا بس أبي الأمور ترجع زي زمان. فرانك قال له: بالتوفيق يا برو. بعد الموافقة الضمنية من العائلة بامبي استعد يضرب بكل قوته. بس المشكلة الكبيرة إنه طالع من السجن للتو وناقصها رجال كثير. رجاله كانوا قلقانين لأن تشين هجيجان عنده مئات الجنود وما نقدر نواجههم بقوتنا. بس بامبي ما خاف ولا تراجع. يا جماعة الحلوين، بدل ما يغضب ضحك بسخرية. وفجأة دخل صديق قديم من زمان. طلع هو ماوم، الصديق اللي بامبي ساعدها زمان. بعد 10 سنين الولد المشاغب ده التغيير وبقى قائد حركة حقوق السود. بعد كلام سريع ماوم كان حائر وفجأة جات له فكرة، ودع بامبي على حي السود حيث تجارة الدقيق مسيطرة. قال إن الإيطاليين لما سيطروا على المنطقة بدأوا يبيعوا الدقيق الأبيض للسود بدون رحمة. زمان المدمنين كانوا شوية موسيقيين، بس دلوقتي حتى الأطفال بقوا أدوات لجني الفلوس. عشان كده هو عايز يطرد تجار الدقيق الساقطين ويسس مجتمع مضبوط بقيادة السود. بس المشكلة إن الإيطاليين عندهم أسلحة كتير. بامبي قال له: لو ده اللي محتاجه عندي سلاح وعندي ناس. الاثنين اتفقوا فورا وبدأوا حملة تخيير كبيرة. فريق ماوم دخل المبنى، شد تجار الدقيق السود اللي بيبيروا للإيطاليين وضربهم ضربا مبرح. بعدين دمروا كل الدقيق. أتباع بامبي دخلوا عرين تجار الدقيق واقتلوا زعيمهم على طول. تشين هجيجان سمع الخبر وتعصب، أمر رجاله يحضروا السلاح ويتجهوا لمنطقة السود. اطلعوا من منطقتي بتبسوا على إيه تكلم يا واحد، لكن ماوم مش سهل، راح يواجههم بكل قوة. وفجأة ظهر بامبي وقال: ليه تأخرتوا كده؟ زهقت خلاص. ورفع إيده فظهر قناصة مختبئين. تشين هجيجان أتكتم من الخوف. بامبي استغل الفرصة وقال لهم: لو مش هتدوني نص أرباح مجتمع السود هطردكم كلكم من هنا. تشين هجيجان بص في الوقت الحاسم وجري يمنع، لأن بامبي ذهب عن بعيد ليه. في النهاية اتفقوا يتنازلوا. تشين هجيجان أضطر ينسحب، بس ما نسيش الغل اللي جواه. في نفس اليوم اشترى قاتل سوداني عشان يغتال بامبي. قال: لو مات بامبي العائلات ال5 هتشوفها كأنها صراع داخلي للسود. لكن المفاجأة إن القاتل ما قدرش يقتل بامبي وتمسك فورا. عشان يعرف مين اللي وراه أتباع بامبي ضربوه بحزام، بس القاتل ما فتح شبكة حتى لما تألم كتير. أضطر أتباع بامبي يستخدموا ضربة قاضية. حان وقت استدعاء المدمر. تمام، هات المدمر. بعد مكالمة واحدة جه رجل السود ضخم طول 2 متر. ده المدمر المشهور اللي كل السود خايفين منه. المشهد اللي جاي كان عنيف، فالجماعة هربوا للغرفة اللي جنبها. ستيلا هجيجان ابن عم تشين. بامبي سمع الخبر وبدون تردد راح يقتل ابن عم تشين في بيته. بس عارف إن القصة مش خلصت. عشان يسيطر فعلا على مجتمع السود لازم يضمن مصدر دقيق ثابت وجودته عالية.
تاشين جيجانتي كبير تجار الدقيق في المنطقة مش هيسمح له بسهولة، عشان كده بامبي لازم يدور بنفسه. يا جماعة الحلوين، واحد ده صاحب له قال له يروح على مكان تاجر دقيق يدور على شراكة. لما وصل للتاجر عشان يشيك على البضاعة فجاء حس إن في شيء مو طبيعي مع البائع. الرجل كان يتصبب عرق وهو يروح يجيب عينة من المخزن. بعدين بدأ يضغط على التاجر عشان يخلص الصفقة بسرعة. ليش تتعرق هنا؟ الجو بارد وانت لسه تتعرق؟ إيه اللي جوا؟ بامبي شاكك وفكر يدخل غرفة النوم عشان يفحص، بس فجأة صوت قف النور طفى. لو ما كانتش غلطتي كنت تقتل عيلتي. فور ما قالها ضابط شرطة تقتل الراجل، وبعدها اتهم بامبي بالقتل وحيازة الدقيق. الحقيقة إن بامبي اللي خرج من السجن بيبني شبكة إنتاج وتوزيع دقيق سريع، قاعد يربط مع السود ضد الإيطاليين، عايز يتعاون مع كبير السود في الحي المجاور. قال إن أسباب قوة المافيا الإيطالية هي التنظيم الممتاز، بينما السود دايما بيتخانقوا فإدارتهم فوضى. دلوقتي وقت الوحدة عشان نواجه الإيطاليين ونخلص من سيطرتهم. بامبي ما كانش متوقع إن الراجل الكبير مش بس يرفضه لكنه يهزأ منه كمان. قال له أنت أسطورة، بس خلاص أنت قديم، الإيطاليين ما زهلونيش فأنا رايح. لكن الراجل ده ما عرفش إنه هيغلط غلط كبير. بامبي ما ورش أي رد فعل، صافه ورحله، وبعدها على طول سحب موس الحلاقة وقطع رقبته. أتباعه كمان سيطروا على رجاله. النتيجة ينظفوا المكان للراجل اللي مات. بعدها صديق عرفه على تاجر دقيق كوبي عنده بضاعة ممتازة. بامبي راح لوحده عشان يتفاوض، لكن عدوه تاشين جيجانتي كان رتب فخ في بيت التاجر، رشاشين شرطة مخبرين. بامبي ما كانش مستغرب وأخذوه لمركز الشرطة للتحقيق. يا جماعة الحلوين، لحظة حماس. بينما بامبي تحت الاستجواب فجأة ظهر شخص قديم يعرفه. هاي ألكس نادر، صرت قائد المنطقة. كنت أعتقد أنك لسه بتجري شغل الشرطة. من طريقة تحيتهم واضح إنهم كانوا أصدقاء، ومع قائد المنطقة بجانبه بامبي صار عندها شوية ثقة. يلا نشوف. لصديق القديم إن الشرطيين دول بيشتغلوا مع تاشين جيجانتي. تكتشف إن البارح رجال تاشين اتقبض عليهم وهم بينقلوا البضاعة. لما تقبض عليهم كانوا هيتسجنوا، لكن الشرطيين دول ظهروا فجأة وأخذوا البضاعة منهم بحجة إنهم بيتابعوا القضية وأخلوا سبيل الرجال. يا شباب، مشهد الخطف الشارع ده شافه واحد من بيمي بالصدفة. واضح إن بامبي عارف إنه بعد ما أخذوا البضاعة الشرطيين رجعوها على طول لتاشين جيجانت. لو تحققوا شوية هيلاقوا إن الطحين اللي وزنها 3 كيلوات مش موجودة في الخزنة. لو بلغ عن الموضوع ده للبلدية فريق مكافحة الطحين عندهم ما راح يشوف يوم هلو. لما عرف الشرطيين إن الموضوع النكشف واحد فيهم فقد أعصابه. بعد ما أخذها صفعت على وجهه ما كان عنده غير إنه يلف ويمشي. الكابتن كمان قال إنه ما عنده أدلة كفاية وطلق بامبي، بس بامبي كان عارف إنه لو عايز يقاوم تاشين جيجانت لازم يلاقي شحنة جديدة بسرعة. رجع على الحي وروح للصديق هو ودو. كان المفروض أقتلك يا ودو، العينين دولة ركبوا جهاز تنصت على تلفوني. أنا كنت نايم وما كنت أعرف حاجة، وكان المفروض أنا اللي أقعد في السجن 11 سنة. بس بعد ما اشتكى بيمي ما زهلش من صاحبه، بالعكس طلب منه يفكر لو يقدر يلاقي شحنة دي جديدة. بعد ما الشرطيين فتشوه، هل تعتقد إن دي فرصة مناسبة تدخل بضاعة الطحين اللي في غرفة الأدلة أكثر حتى من بتاعتهم؟ وكلام صاحبه هو اللي جاب له فكرة جديدة تماما. تاني يوم بمي بكل ثقة راح لمنطقة تاشين جيجان وادعى إنه عايز يتفاوض معاه. عمل دوشة وكلامه كان ذكي لتشتيت انتباه تاشين. بعدين سرق له تلفونه وسجل رقمه في سرية تامة. على طول بومي ساعد الكابتن في فريق مكافحة الطحين يخطى رقم التاشين في خزنة الشرطيين دول. لما جمعوا الأدلة اللي بتثبت تواطئهم مع تاشين جيجانت قلقوا العدو في قسم الشرطة اتخلص منه بسهولة. بامبي كمان نجح في توقيع اتفاق تعاون مع الكابتن. أكياس الطحين الأبيض الممتازة تنقلت فوق الحيطة العالية في مركز الشرطة، وحلت مشكلة الشغل العاجل لف بيمي في هالوم، وبدأت الأمور تمشي رسميا. لكنه كان عارف إن الاعتماد على شحنة الشرطة مش حل طويل الأمد. لو استمر تاشين جيجانت في قطع طريقه مخزون بضاعته هينفت قريب. بس مش بعد وقت طويل حدث موقف جاب له فرصة تفاوض مع تاشين جيجانت. بنت سمراء حلوة تظاهرت إنها بتشتري حاجة، وبهدوء حطت ساعة ذهب في شنطتها، لكن ما توقعت إن حراس المهل يمسكوا عليها بسرعة. وهي بتجري تطلع برا تقبض عليها وطاحت على الأرض. كانت فاكرة لو سلمت الحاجة ممكن تسيبوها، بس ما كانش في حسبانها إن واحدة من الحراس الطماعين استغل الفرصة وابتدى يعمل فيها وحش معاها. وما كانش عارف إن أبو البنت ده زعيم معروف في المنطقة، رغم إنه زعلان منها عشان ضمانها وسرقتها. لما عرف إنها تعرضت للإهانة دي بامبي جاب صاحبه القوي ماوم على طول عشان يطالبوا بحقها. اهدى يا صاحبي، ما تلمسنيش، الموضوع عند الشرطة متوليه دلوقتي، أحسن لك تمشي من هنا بسرعة على طول، وإلا راح اتصل بالشرطة.
بس تحذير الشرطي ما خلى الرجلين يخافوا، لأن بعدها على طول مجموعة من الشباب السود الغاضبين هجموا عليهم. شافها صاحب المحل استعجل ودخل بامبي لغرفة الحذف. بعدها حاول يهدي الأب والابن بعرض $100 تعويض لكل واحد. لو وافقتي راح أعطيك فلوس كاش. عم تضحك علي؟ تفتكر $100 ممكن تشتري كرامة امرأة سوداء؟ والجدال مستمر، والبنت فجأة تصرخ على الحارس الأبيض اللي كان يحاول يبرر: أنت اغتصبتني. الاتهام المفاجئ خلى الحارس الأبيض يتجمد، لأن اللي اغتصب بها كان زميله الأسود اللي واقف جنبه. لما الكل راح، بامبي عرف الحقيقة من بنته. هي كانت عارفة إنها لو اتهمت شخص أسود راح تضر تماسك المجتمع السوداني، خصوصا إن أبوها زعيمهم ما بدها تجرب حرج بسببها. وفوق هذا هي مدمنت ومهزوزة حياتيا، فما كانت مهتمة تطالب بحقها. بالعكس، لو اتهمت شخص أبيض ممكن تساعد أبوها يجمع قوة السود. وفعلا ما خاب ظنهم، المخلص صار مليان ناس سود يطالبون بالعدل لأهلهم. الأخ الطيب ماو مستغل الفرصة وصار يلقيه خطاب قوي كزعيم حرك حقوق السود. بعد خطاب تحفيزي، الجمهور صار يصفق ويغلي كأنهم عايزين يهجموا على المحل ويخربوه. هنا زعيم المافيا إيشين جيغانتي ما قدر يقعد ساكتي، لأن المحل اللي محاصرينه ده ملكه. عشان يمنع الغضب اضطر يروح لبامبي يأمل إنه يتفاوض ويخلي الناس تمشي بسرعة. لو بامبي وافق يساعد، هو مستعد يقبل أي شروط. عشان يتجنبوا حشود الناس اللي زعلانين وداخلين المخل للتخريب، اضطر إنه يلجأ لبامبي على أمل إنه ممكن يتدخل ويخلي الحشد يترك المخل بسرعة. بس إذا بامبي وافق يساعد فهو جاهز يقبل أي شروط يطرحها. تبي إيش؟ أبغى أشتري مصادر البودرة من قناتكم التوزيعية، مصدر ثابت. إيتاشين جيغانتي كان متردد جدا، لأنه بمجرد ما يحصل بامبي على إمدادات البودرة ما في مشكلة. مع وجود ممثل العائلة كشاهد، كان بامبي واثق إن المنافسة مع إيتاشين جيغانتي هالمرة أكيد راح يفوز. بعد ما رجع على طول نقل خطتها للشرطة اللي كانوا. الآن كانت موجة الاحتجاجات بين الناس السود تصير أكثر شدة. في النهاية برا المحل صار في سلسلة من الصراعات العنيفة اللي ما في مفر منها. في اللحظة الحاسمة بامبي أومأ برأسه للشرطي. بعدين كأب الضحية وقف قدام كل الناس السود، قبض على الحارس الأبيض وقال بصوت عالي إن ظالم حقق انتصار. بس كذا كان ممكن يطفي مقتن. الغضب العالي هدأ والتجمع انتهى. بس المشكلة ما خلصت. اليوم التالي رجاله قبضوا على الحارس الأسود. لما شاف زعيم المافيا بامبي خاف وقال: ما كنت أعرف إنها بنتك، آسف. بس بامبي ما كان ناوي يقتله، لأنه لهذا النوع من القمامات الموت السهل ما يكفي. قرر يعطيه درس ما بينسى. رتب برنامج خاص للعقاب. هي نرحب بالمدمر الكبير. بعد ما خلص موضوع بنته، بامبي ناوي يوسع تجارته السرية في هارلم. بس ما كان يتوقع إن عدوه إيشين جيغانتي ما راح يترك ويكبر. فجأة خبر مهم نزل: حركة الحقوق المدنية في واشنطن بتاريخ 28 أغسطس. كثير ناس اشتروا الأرقام دي كرهان. في اليوم ده لو آخر 3 أرقام من دخل مدمار الخيول طابق الأرقام دي راح يربحوا جائزة ضخمة. عادة الأرقام دي ما بتربح، بس بامبي عرف من رجاله إن كازينو إيشين جيغانتي رفض يستقبل الأرقام دي طول اليوم. لما شاف تذاكر اللي نصيب على طاولته كلها رقم 828، عرف إن في شيء غلط. بس كان فات الأوان. عملناها. الرقم الملعون هذا تم تغييره من قبلنا. اليوم كان مباراة رهيبة. 828 هو الانتصار الكبير. اتضح إنه فخ من إيشين جيغانتي. من البارح أرسل رجاله يحددوا موظف مضمار الخيول يغير الرقم عمدا عشان يخرب بامبي ويخليه يخسر كل شيء. النتيجة متوقعة. بامبي اضطر يدفع $300,000 كتعويض للمراهنين. حتى لو فضى جيبه ما راح يقدر يدفع المبلغ الكبير هذا في وقت قصير. عشان يحافظ على سمعته صار يلف ويدور على قروض. بعدين سمع من ممثل عائلة فرانك إن عائلة بونانو عندها خلاف مع إيشين جيغانتي. بونانو حط عينه على سوق مشحوك القمحة في هارلم وناوي يدخل السوق ويشارك الأرباح. هذا الشيء ضايق إيشين جيغانتي كثير، لأنه مسيطر على المنطقة. رمى تهديدات وخوف على بونانو، مثل ما بيقولوا عدو عدوي صديقي. في الليل بامبي اتفق مع بونانو وقال له إنه عنده شبكة توزيع من الساحل الشرقي للغربي، يقدر يساعده يبني خط مشحو كامل. بس لازم بونانو يدفع $300,000 ككلفة بضائع، وبامبي يضمن إنه يهزم إيشين جيغانتي ويبدأ عالم جديد. بس بامبي ما كان يتوقع إنه لما يقسم الفلوس إيشين جيغانتي يجي لعنده على طول. طلعت ذكرى ينسي بقدامه وفخر بالرقم. يبدو إني ربحت الجائزة. اتضح إنه جاي بس لهين بامبي. بعد ما أخذ فلوسه فضح تعاونه مع بونانو وأعطاهم درس. سبق ولحق ورمى رجال بونانو اللي جايين يسلموا بضاعة. والكمية الكبيرة اللي بونانو ناوي يسلمها لبامبي كلها صادها إيشين جيغانتي. يعني بامبي ما بس ما راح يقدر يكمل مع بونانو، بل صار مدين له $300,000 وبضاعة كبيرة. هيك بامبي خسر كل شيء تحت ضغطه الكامل.
يا جماعة الهالوين، بامبي لما سمع الكلام ده زعل لدرجة إنه كان ناوي يقتل الراجل في اللحظة، بس المشكلة إن الاتنين مهمين من 5 أوائل وما حد يقدر يلمش ولا شعرة من شعور التاني. في الآخر الموضوع اتحل بالكلام، وببساطة ممثل العيلة فرانك عشان يحلوا مشكلة الدين بين الثلاثة، وبامبي كان لازم يعمل حاجة خطيرة عشان يدفعوا كل الدين لبونانو. والله خرافي، قبلها بيوم واحد ظهر خائن في المافيا. الراجل ده كشف كثير من أنشطة المافيا في جل سبيث مباشر، وكمان قال إنه هيتعاون مع اللفف بي عشان يكشف أسماء مئات أعضاء المافيا. أول واحد تشهر به هو تاشينجي غانتي اللي من نفس العيلة. التهمة دي خلت كل الأوائل ال5 في المافيا تحس بالخطر، لأن كل واحد منهم عنده أسرار كبيرة ممكن تخليه في السجن. عشان يسكتوا الخائن بالسرعة، ممثل العائلة فرانك ظهر كوسيت وطلب من بيمي ورؤساء المافيا ينسوا الخلافات ويتفاوضوا على الدين بينهم. وبعدين قال لو بيمي ساعده في التخلص من الخائن، دين بيونانو ل 300,000 دولار هيتشال خالص. بامبي كان عارف إن المهمة دي مش سهلة، لأن الخائن محمي كويس من اللفف بي كشاهد مهم، بس لما مالوش غير الموافقة لأنه ما عندوش فلوس يدفع الدين، قرر يوافق بصعوبة. بس رأى بيمي راح لصديقه ورلد، وبشبكة المعلومات القوية بتاعته عرفوا رقم أوضة الهدف. وبالليل الجنود السريين بدأوا في تنفيذ محاولة الاغتيال. شافوا 2 سودان بيتمثلوا السكر جايين يعملوا ضجة تحت الفندق عشان يشدوا انتباه البوليس. البوليس نزلوا يشوفوا ايه الموضوع. في اللحظة دي واحد من الجنود خنق الشرطي الوحيد واقتله بسرعة. بعد كده طلع المساس اللي معاه وركل باب الأوضة، بس اتفاجئ ان اللي في الأوضة مش هو الهدف. عشان كده الراجل الفاشل هرب على طول. لما رجع للعربية وهو معصب اكتشف انه غلط في رقم الأوضة. ايه اللي حصل؟ انت بتعمل ايها؟ صاحبه قال له اكيد انا قتل الخبطت، كنت فاكر الرقم 8 هو 6. بعد الفشل ده بامبي حاول يقتل تاني بس ما قدرش. في المحكمة اليوم اللي بعده الخائن كشف عن جاسوس مرتبط بالعيلة. يا شباب، الشخص اللي ذكره مو عضو في المافيا الإيطالية، لكن عنده علاقة تعاون قديمة تمتد ل30 سنة مع العائلة. مو بس يعرف كل الأنشطة الإجرامية لكل الزعماء في المنظومة، كمان يعرف أماكن خزائنهم المالية كأنه يعرفها عن ظهر قلب. شينجي غانتي استخدم واحد من رجاله في مكتب التحقيقات الفيدرالي عشان يعرف إن العميل المزدوج اتفق يحضر جلسة الاستماع العامة بعد يومين عشان يمنعه من الشهادة. لذلك شينجي غانتي اقترح على بامبي إنه يقتل الشخص الثاني عشان يعوض عن الغلطة السابقة. الطلب كان سهل، بس لما سمع اسم الجاسوس بامبي اللي كان متحمس صار مصدوم. اسمه غودو، وهو الشخص اللي لازم يتخلص منه. مش معقول إنه صديق قديم له يعرفه سنين طويلة والجاسوس اللي خان العائلة. يا إلهي، بامبي حاول يسمع إجابة مختلفة، بس المفاجأة كانت إنه اعترف بشكل قاطع. مكتب التحقيقات الفيدرالي لقوا أدلة كثيرة ضده. إذا ما صار شاهد راح يواجه اتهامات كبيرة مثل القمار والدعارة والقتل. ولما يوصل لهالمرحلة اللي ينتظره مو بس السجن، عشان يحمي نفسه جودو أضطر يفشي كل زعماء المافيا اللي يعرفهم. بس أكد إنه خان الإيطاليين بس وما هيفشي عن بامبي أبدا. الزمن التغيير يا بامبي، الكل بيشتغل لمصلحته، فهمتني؟ بس ما هخونك أبدا. بس في عالم الجريمة الخيانة نهايتها موت. كمان جودو لما أعطى بامبي عنوان غلط ما فكر إن رجاله ممكن يموتوا بسببها. في النهاية بامبي حزين ومعقد أضطر يقتل صاحبه القديم اللي عرفه سنين طويلة. بعد ما هدأ كل شيء راح للمطعم وهو زعلان، فجأة عضو المجلس اللي عنده مشاكل بسيطة معاه ظهر. العضو كان متفاخر إنه معه شاهد مشكوك فيه. الشاهد مش بس صديق بامبي القديم، كمان اتهم بامبي بنفسه. لما يشهد في المحكمة بعد يومين، نص عمر بامبي راح يتقضى في جزيرة أنشا. ليه بتقولي الكلام ده؟ دي عقابك عشان ما تعاونتش معايا. لما العضو مشي وفرح بامبي حسن الرصاصة اللي جات له مش ظلما. يا جماعة الحلوين، بعد ما حسم موضوع الديون مع بونانو كان ناوي يدخل في منافسة مع تاشينجي غانتي، لكن ما توقعش بونانو بعد ما أخذ درس كاسي ينسحب. مهما ما قال بامبي، بونانو ما عادش يمده بالبضاعة سرا. وبعدين هو وتاشينجي غانتي مفيش بينهم خلاف كبير، مش لازم يبدأوا حرب بسبب صفقة. بس بالرغم من رغبة بونانو في الهدوب، بامبي كان بحاجة للبضاعة وما يقدر يوافق. مخزونه قرب يخلص. لو ما جابش بضاعة جديدة راح يخسر السوق اللي تعب عشان يسترده من شينجي غانتي. عشان يخلي بونانو يبيع له قرر يشعل الحرب بينهم، بس طريقتنا نزرع كراهية بسرعة. بعدين رجال بامبي عرفوا إن ابن بونانو اختفى في هاللوم من سنين، فأمسكوكم حيوان حقير واستجوبوهم. عرفوا إن 2 من الحفالة السود أطلقوا النار واقتلوه، واللي وراها هو زعيم المافيا شينجي غانتي. لما عندك خبر سخن كده بامبي جهز يعملها كبيرة، بس الكلام مش كفاية، لازم يلاقي دليل قوي يقنع بونانو. فجأة افتكر اللي صار في المحل قريب. شينجي غانتي كان محتم بالمحل اللي باسمه. كان فاكر إنه مخبي فلوس أو أسلحة تحت الأرض، بس دلوقتي بيفكر الموضوع مش بسيط.
فبالليل بامبي واثنين من رجاله دخلوا سرا لقبوا المحل، لكن للأسف وصلوا متأخر. الأرض كانت فاضية وجثة ابن بونانو اختفت. السبب؟ بعد احتجاجات السود قبل كم يوم شينجي جانتي حس إن المكان مش آمن ونقل الجثة سرا في الليل. لما الدليل الوحيد يطير كده بامبي توجع دماغها. بس في اللحظة دي بنت شينجي جانتي ستيلا جات لعنده. أنا محتاجة مساعدتك. من كلام ستيلا أعرف إن شينجي جانتي مهووس بالتحكم في بنته بطريقة غريبة، لو أي واحد ما أجبوش يبعتوه يقتله سرا. وبنت شينجي جانتي صديقتها عائلتها تكره صحابها خصوصا لو أسود، عشان كده هي بتطلب من بامبي يحمي صديقها. بعدها ستيلا كشفت إن حبيبها القديم هو ابن بونانو، بس لما أبوها عرف عن العلاقة السرية حبيبها اختفى فجأة. يا جماعة الحلوين، فجأة هي اختفت بدون أي أثر في يوم من الأيام. سمع بامبي وأدرك على الفور أن الفرصة للإطاحة بأن تشين غيغانت قد وصلت. اسمع، إذا كنت تبي تحمي حبيبك اتبعي كلامي موافقة مع الشهود اللي يعرفون الحقيقة. بامبي على طول دعا بونانو للقاء. بعدين خلا ستيلا تواجه أبوها وتنتقد، وفي نفس الوقت تحكي عن كل شيء صار قبل سنين. وبالفعل بونانو انفجر غضبا لما مع أنه في عيون كثير من الناس في أحد قدر يزرع قنبلة في سيارته، فيها أحد دخل حارتي وزرع قنبلة في سيارتي. اللي زاد من غضبه هو أن السيارة هذه يستخدمها زوجته وبنته بشكل دائم. قاعدة العصابات من زمان هي عدم إيذاء العائلة، لكن طريقة خصمه كانت واضحة إنها مو بس صراع بين العصابات، والحقيقة هي فعلا كذا. عرفوا الحقيقة وبدأت حرب انتقام ضد تشين غيغانت. ما هو ما كان بامبي يحتاج دقيق، الكل لازم يبيع له. هذه حرب. واحد من زعماء العصابات كان متجه للطلعة، لكن قبل ما يركب السيارة تعرض لهجوم صادم في نفس المكان. لما شاف السائق محترق لدرجة أهل ما يعرفونه، الزعيم حس برودة في ظهره. لازم تعرفوا أن الحي اللي هو فيه محروس بأكثر من 20 من رجاله. يا جماعة الحلوين، بعد شوية جابوا واحد خائن. هذا الزلمة هرب بعد انفجار تشينجي غانتي. شافوا كده جنجنونه وطلب من رجاله يربطوه على الكرسي. بعدين قرب منه بوجه شرس بلا كلام أطلق عليه لكمة قوية: راح أخلص على عائلتك. وبعد ما قال أشار لرجاله عشان يبدأوا في الشغل. الخائن ما قدر يتحمل وبدأ يتوتر. قتل ابن بونانو وكان عمره 17 سنة. لما طلع قدام الكل تام فوق من تشينجي غانتي ما استنى ضرب الخائن على طول. بامبي اللي كان ناوي يستغل الحدث دي عشان يقتل، لما عرف ان محاولة الاغتيال فشلت رتب هجوم جديد على تشينجي غانتي. أعطى عنوان لشبابه شقة ما أجرت من زمان قدام نادي تشين. لو شبابه قعدوا يصطادوا من الشباك بالمسدس يقدروا يقتلوا تشين بسهولة لما يطلع. والأحلى في اللحظة دي العشائر الخمسة هتزن إن بونانو وراها. تشين يموت وبعدين بي وأنا آخر واحد عايش. بس يا شباب، تفكير بامبي كان حلوي بس مش حقيقي. الواقع أخذ ضربة قاتلة. بسرعة بامبي استقبل مكالمة من بونانو. الأخوان دول ما ينفعش تخدعهم. بونانو عرف خطط بامبي عشان ما يتحملش اللوم. بدل كده هدد حياة أهل بامبي وقال له لا تفكر تلمس إيشينجي غانتي في الوقت الحرج ده. ولما قفل التليفون في نفس اللحظة أمر شبابه يتحركوا. إيشينجي غانتي دخل في نطاق الرصاص. لو بامبي قال كلمة شبابه هيطلقوا النار على طول. بس في اللحظة المهمة بامبي بس لبنته الصغيرة والبرئية وقرر قرار ندم عليه كتير. انسى شحب، مش حلو يضربوا النار قدام بنته. الفرصة دي راحت عليه وبامبي استقبل انتقام إيشين المجنون. إيشين عرف إن بامبي ورا المؤامرة وراح على ممثل العشيرة فرانك. يا جماعة الحلوين، عائلة فرانك بدأت تتهم. هذا الشخص مو بس فضح إن بامبي قتل ابن عمه، لكن بعد كذب إن بامبي هو اللي قتل ابن بونانو ويحاول يحرك حرب بين العائلات الخمسة. لكن فرانك عنده علاقة قوية مع بامبي وما راح يصدق حرف واحد من كلام تشينجي غانتي. إذا قدرت أخليك تصدق إن بامبي هو اللي قتل ابن عمي راحة. تخليني أشوف بونانو ماشي. بامبي خدنا كلنا على غفلة عشان يلاقي دليل حديد إن بيومي قتل ابن عمه تشينجي غانتي في الليل ده بعد شبابه للحي الأسود. عارف إن ابن عمه كان له صاحبة سوداء بتجيله كتير، فلعب شوية فلوس ولقاها بسهولة. بعد ما خطفوا الست دي تشين قدام فرانكة بدأ. يا جماعة الحلوين، مش معقول. هالمرة في استجواب. المرة هذه ما تفرق بين الكبير والصغير. عرفت إن الرفاق الإيطاليين ما راح يتركوا لها فرصة. بكل فخر رافع راسها تتحدى وتقول: شفت بعيني بامبي وهو يقطع ذاك الحقير بسكينه. كل التفاصيل والله خرافي. لو ناويين تقتلوا أقتلوا. كذا ما أحتاج أواجهكم القدرة مرة ثانية. ما بخاف من الخصم أخاف من الرفاق. وفي لحظة موتها خانت بامبي بكل وضوح. يا جماعة الحلوين، في اليوم التالي تشينجي غانتي قابل بونانو. والله خرافي، خدعه وجاب الخصم قدم مخزن دقيق بامبي وحلف إنه مظلوم لأن القاتل الحقيقي اللي قتل ابنه هو ذاك الشرير جل أسود. ابنته قالت إنه هو القاتل، لا بقى اللي ضغط عليها تكذب.
مش معقول، مش عايز يسرق مخزون الدقيق بتاعه. بعدها فتح الباب الفولاذي لمخبأ دقيق بام بي. داخل لقى حفرة كبيرة مدفون فيها جثة. لما شاف الختم في يد الهيكل العظلمي بونانو عرف على طول إنه هدية كان مهديها لابنه. خدعنا كلنا يا شباب، نحمل إيه. مش عايز يسرق مخزون الدقيق بتاعه. بعدها فتح الباب الفولاذي لمخبأ دقيق بامبي. داخل لقى حفرة كبيرة مدفونة فيها جثة. لما شاف الخاتم في يد الهيكل العظمي بونانو عرف على طول إنه هدية كان مهديها لابنه. خدعنا كلنا يا شباب، نحمل إيه. في الليل ده بامبي يتجمع معاه 5 عائلات المافيا. القادة كانوا قاعدين صف واحد عشان يحاكموا المجرم اللي قتل عضو من العائلة دي. بس بامبي اعترف إنها قتل ابن عم تشين جيغانتي، وأكد إن الخصم هو اللي وظف حد ليقتل هو وعائلته الأول. موت ابن بونانو مالوش علاقة به خالص. أنا ما بقتلش ولاد، وإنتوا مصدقين واحد متسول مجنون بيقول كلام كريج ده. يا إلهي، بس القادة بيقوا مش مصدقين وخلاص. حتى فرانك زعل قوي من صاحبه القديم اللي خدعه 30 سنة. وإذا يطلع يكذب عليا تجرب تقول عمرك ما كذبت عليا. مش شايف ما فيش تفاوض؟ بامبي ما كانش قدامه غير ورقته السرية عشان يحمي نفسه. من زمان كان بيجمع الأدلة على تعاملات غير قانونية ل5 العائلات. معاه أدلة تكفي تحبس القادة مدى الحياة لو حد حاول يمسه أو يمسج عيلته. الأدلة دي هتتسلم فورا لمحققي الحكومة الفيدرالية. يعني أنت عاوز تبلغ يا شباب؟ قرأتوا الأخبار، عارفين ليه أمريكا وروسيا مش بيضربوا بعض؟ عشان كل واحد ماسك سلاح نووي على التاني زي حالنا بالضبط. وبعدها ماشي من غير ما يبس وراه، عارف إن المافيا دي مش هتسيبه بسهولة. بامبي على طول دفع أقرب رجاله يودو مراته وبنته الصغيرة لبيت أختها في سبارتنبورغ عشان تحميهم. هو نفسها قرر يقعد في نيويورك ويواجه العاصفة لوحده، وتوقعه ما غلطش. في الوقت ده تشين جيغانتي بمكره بدأ يغري بونانو. قاله إنه يعرف قاتل محترف في جزيرة صقلية، ولما يخلصوا شغل يودوه نيويورك بسرية، وبعدين يطلعوه على الطيارة على طول. محدش يعرف إن موت بامبي لهم علاقة بهم. ده أفضل قاتل مافيا في صقلية. مبروك. اليوم التالي بامبي قاعد لوحده في البيت، فجأة سمع الصوت عند الباب. طلع مسدسها على طول وبدأ أن يتقدم بحذر. بعد معركة إطلاق نار في الشقة، بامبي استغل الفرصة وخلى القاتل يفقد مسدسي، وبعدين اشتبكوا بكل قوة. يا شباب، المعركة بدأت. في البداية بامبي يعتمد على قوته، يتحرج في الشارع عشان يعيش. بسرعة سيطر وامسك بخصمهم من رقبته، لكن ما توقع الخصم بسرعة أمسك بمقلاء وضربه على راسه. بامبي صار عيونه تلمع وفجأة فقد وعيه، والآن القاتل ببطء طلع سكينه جاهز يرسل بامبي للنهاية. بس في اللحظة الحاسمة جرس المصعد رنبرة. طلعت بنت بامبي الكبيرة. القاتل خبز سكين وبدأ يتظاهر إنه بوليس، ولما البنت ما كانتش منتبهة طعنه. بامبي صحي بسرعة، طلع ماكينة الحلاقة من جيبه ورجع اشتبك معه. بس بعد الضربة اللي أخذها كان ضعيف وترميه على الأرض. القاتل طلع سلك حديد ولفه حوالين رقبة بامبي وحاول يخنقه. بامبي رك الأرض بقوته وشاف جدته جاية تنقذه. في الآخر بفضل مساعدة بنته إليس نجا بعقوبة، لكن الحصار من 5 العائلات لسه ما خلصش. في نهاية 1963 الرئيس الأمريكي اللي في 35 جون كينيدي تغتال. وزارة العدل قررت توقف تحقيقات المافيا وتركيز كل الموارد في تحقيق اغتيال الرئيس. ال5 عائلات اجتمعوا واحتفلوا لأن الحكومة أعلنت وقف التنصت والتحقيق عليهم. يعني الأدلة اللي مع بامبي ما بيكتش تهددهم خالص. وبهذه الفرصة تشين جيغانتي قدم طلب رسمي القضاء على النتن بامبي ده. أنا موافق يا شباب، أنتم موافقين؟ الجزء الأول خلص هنا. قيمة الفيلم في سمعته، وقيمة مراجعة الفيلم في إحساسكم به. قصة النهاردة انتهت هنا. شكرا لأنكم تابعتوا.